مرضانا ومتابعينا بكل مكان، الله يسعد مساكم. طبعا هذا الفيديو موجه للمرضى اللي بيعانوا من سمنة مفرطة ولكن يمنع عليهم إجراء التخدير العام للعديد من الأسباب. طبعا هدول المرضى نحن بنقوم بإجراء عمليات السمنة لديهم، وخصوصا عمليات تكميم المعدة بالتخدير حول الجاف، يعني تخدير النصفي، والمريض بيكون بحالة صحو. أجرينا العشرات من هذه العمليات والحمد لله كل مرضانا بحالة جيدة جدا. بالتو انتهينا من عمل جراحي تكميم معدة لمريضة تعاني من ربو مزمن. قمنا بإجراء التكميم مثل العادة ثلاثي الطبقات، يعني ليس فقط قص معدة كلاسيكي، تكميم على 3 طبقات. المريضة بحالة صحو، تخدير حول الجافية مع طبيب التخدير الدكتور رافد محمد، والحمد لله انتهت العملية والمريضة ممتازة جدا. السلام عليكم. من بين العمليات التي نجريها عمليات قص المعدة عن طريق التخدير فوق الجافية. هذه العمليات الخاصة تجرى لمرضى التي يعانون من أمراض مزمنة. اجتنا اليوم مريضة وزنها أكثر من 140 كيلو، أعطينا المريض تخدير فوق الجافية وأجريت لها عملية قص معدة. نطمن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عملية آمنة وتخدير آمن. طبعا ميزات هذا النوع من التخدير انه بتبقى الوظيفه التنفسيه ما بعد العمليه بشكل افضل، المريض بيتحرك بشكل ابكى، مناسبه ايضا انه لحركه الامعاء. طبعا نحن بنعرف انه هذا النوع من العمليات لما بينعمل والمريض بحاله الصحو اي بالتخدير حول الجافيه رح بيكون شويه اصعب ويحتاج الى خبره جراحيه وجراح متمرس على هذا النوع من العمليات تحت هالنوع من التخدير. ليش؟ لانه المريض صاحي بحركات تنفسيه شبه طبيعيه، جدار البطن متحرك، وخصوصا انه نحن بنعمل هي العملية بالتقنية ثلاثية الطبقات، وهذا كله والمريض بحالة الصحو. وبالنهاية بنتمنى السلامة لجميع مرضانا.